صباح الفل، صباح الألوان المبهجة، صباحكم كله خير ورزق وهنا من عند ربنا. النهارده بقى زي ما انتم شايفين هنعمل الزيتون دلوقتي لسه نازل ودي أيامه، وهنخلل بقى الزيتون بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومن غير ما يبوظ منك ولا يحصل له أي حاجة، هيقعد معاكي من سنة للسنة كده زي حالاتي وزي ما هو. بصوا يا جماعة شكل البرطمان بتاعي بص بيحكي عن نفسه. بصوا الجمال والألوان المتناسقة مع بعض ومبهجة، ده مش زيتون، دي لوحة فنية. يلا بقى بينا نشوف الزيتون بتاعنا هنعمله ازاي. نسمي الله كده ونصلي على الرسول. انا عندي هنا زيتون العزيزي، جبت كده عندي بوله فيها ميه، حطيت فيها معلقتين ملح وهخليها على جنب، واجيب الزيتون بتاعي كده واغسله غسله حلوه. الزيتون العزيزي ده بيبقى طويل شويه كده زي ما انتم شايفين، بننقي منه الزيتونه السليمه، واللي هي بيبقى شكلها مش حلو بنشيلها خالص عشان ما تبوظش بقيه الزيتون بتاعنا. هجيب بقى انا عندي هنا الميه والملح اللي انا حطيتها دي، هجيب الزيتون بتاعي اديله كده شقتين صغيرين واحطه في الميه. ليه يا رشا بتعملي كده؟ عشان ينزل المراره بتاعته. وهسيبه بقى في الميه دي قد ايه؟ هسيبه 3 ايام. 3 ايام بقى وانا واقفه بعمل اكلي وبعمل حالي في مطبخي، هغير ايه من وقت للتاني الميه بتاعته، وبرده احط لها كده معلقه ملح تنزل كل المراره اللي فيه لمده 3 ايام، لحد لما يبقى بالشكل ده كده. بقول لكم بصوا، الميه نازله ما فيهاش صفار ما فيهاش اي لون خالص، الميه نازله نقيه وزي الفل. دي خطوة مهمة جدا ان احنا نخليه 3 ايام وننزل منه المرارة بتاعته وتبقى المية كده نقية زي ما انتم شايفين. خلصنا بقى المرحلة دي، هناخده نغسله غسلة حلوة ونصفيه ونخليه على جنب، ونحضر بقى كل الخلطة الجميلة اللي انا هعمل لكم بيها النهاردة الزيتون. غسلت الزيتون، عندي فلفل هنا احمر واخضر، فلفل حامي طبعا، الحامي دوت او السبايسي حسب ما انتم تحبوا. عندي هنا كيلو من الليمون، ده كيلو ونص من الزيتون. انا هنا عندي كيلو ليمون انا عصراه بايدي مش عصراه في الخلاط او في الكبة. هخلي القشر بتاعه مش هرميه، وهخلي الليمون دلوقتي على جنب. عندي هنا ده نص كيلو جزر. عندي فلفل احمر مقطعاه مدي شكل وحماية بقى سبايسي للي بيحب. لو مش بتحبي قللي الفلفل بتاعك، بس هو لازم يتحط مع الزيتون فلفل، بيديله طعم كده ونكهه حلوه. هدي بقى تقليبه حلوه كده للزيتون بتاعي مع الجزر مع الفلفل الوان لوحدها، يعني شكل الزيتون عايز يتاكل لوحده. بجد يا جماعه شكل الزيتون روعه، والخلطه دي لما بتيجي تقدميها بيبقى طعمها تحفه. هديها بقى تقليبه حلوه هنا. وفي الخطوه دي كان المفروض ان انا البس جلافز، بس معلش انا كنت مستعجله بسرعه وكنت هعمل حاجات تانية فما فرقش معايا، بس هيفرق معاكم كويس جدا لو لبست الجلافز. هنا بقى جبت البرطمان بتاعي غسلاه ومعقماه. هنزل بقى كده بطبقه من الفلفل زي ما انتم شايفين، حابين يعني تكتروا تقللوا دي حاجه بقى هترجع لكم. طبقه حلوه كده، وهنزل بطبقه تانية من الزيتون بتاعي بالخلطه الحلوه اللي هي الفلفل الاحمر الشطه الحمراء والجزر. ممكن على فكرة تعملوه سادة، تعملوه بالفلفل من غير جزر ومن غير أي حاجة خالص، بالفلفل عادي كده خالص، بس أنا بحب بصراحة بيبقى طعمه وشكل حلو. هنزل بقى هنا بقشر الليمون، هحط طبقة، وعايزة أقول لكم إن قشر الليمون دوت لما بيتملح بيبقى طعمه أحلى من الليمون اللي إحنا بنعصفره. جربوا الوصفة دي وإن شاء الله هيعجبكم. طبعا دوت بقى بإذن الله نفتحه على رمضان، كل سنة وأنتم طيبين. ان شاء الله يكون استوى. العزيزي بيقعد معانا وقت طويل على بال ما يستوى، وبيقعد معانا في الوقت اكتر من التفاحي. التفاحي ممكن تعمليه بعد شهر تاكليه، بس مش يعني عمره قصير، انما العزيزي عمره طويل. هنا انا حطيت طبقه من الفلفل، طبقه من الزيتون، طبقه من الليمون، ورجعت تاني بكرر احط فلفل وزيتون وليمون. عايزين طبقه 2 3 حسب ما بتحبوا اعملوا. اديتكم الفكره وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزين. هخلص بقى كل كميتي كده زي ما انتم شايفين طبقه وطبقه، واضغط بقى وافضل اهبت كده في البرطمان بتاعي. انا مش عايزه فيه هوا خالص، البرطمان بتاعي بتاع الزيتون ده انا مش عايزه يدخل له هوا خالص نهائي. هفضل اخبط فيه كده لحد لما ياخد معايا الكميه. اخد معايا البرطمان الكبير ده كيلو ونص من الزيتون بالفلفل بقى بالحاجات الحلوه اللي انتم شايفينها. بصوا يا جماعه لوحه فنيه، لوحه فنيه والله. تسلم ايديك يا رشا. بصوا الجمال والحلاوه، مفيش بقى احسن ولا اروع من كده. هنيجي بقى دلوقتي عايزين بقى نحط بقى الملح بتاعه. ناس كتير بتبوظ الزيتون او اي مخلل بسبب الملح، لا تعالي بقى كده على جنب نحط الحاجه دي. ونيجي هنا، انا هنا بس دلوقتي لازم اقفل قفله جامده على الزيتون، انا مش عايزه الزيتون ده يبان خالص. فهجيب قشر الليمون ده، مش هرميه، وقلت لكم مش هرميه ليه، هحطه منه يتخلل ومنه اقفل بيه كده فوق خالص. الوش بتاع الزيتون بتاعي انا عايزاه مقفول خالص، مش عايزه يدخل له هوا. فهقفل بالفلفل، وهقفل بعد الفلفل يعني طبقه حلوه كده من الفلفل اقفل بيها كده البوزه اللي فوق، وبعد كده الليمون، ومش عايزه يدخل له نقطه هوا. هنا عندي بقى على كل لتر ميه هحط 5 معالق كبار ملح خشن. الملح الخشن بيخلي عمر المخلل يطول معانا، دي برضو خطوه مهمه جدا. طب انا دلوقتي المعلقه يا رشا بتاعتي غير بتاعتك، هعرف ازاي؟ بعد ما هقلب اللتر ميه زي ما انتم شايفين كده، هقلب ال5 معالق ملح في اللتر ميه. هعمل ايه؟ هجيب البيضه بتاعتي، اي بيضه عندك موجوده. هتشوفي لو البيضه دي سقطت تحت يبقى الملح بتاعك لسه عايز تاني.
لو البيضه كده عايمه فوق الوش زي حالاتي يبقى الملح بتاعك مظبوط، وبألف هنا كده عليكي احلى زيتون واحلى مخلل. الطريقه دي تعمليها في المخلل وتعمليها في الزيتون، اي حاجه بتخلليها. الناس العرايس بقى الجداد اللي مش بيعرفوا يخللوا يعملوا الخطوه دي، انما امهاتنا بقى وحبايبنا طبعا احنا بناخد منهم الخبره. عندي بقى هنا الليمون اللي انا عصرته ببذر ما صفيتهوش. ليه بقى ليه يا رشا حطيتيه بالبذر؟ البذر عندي هنا ماده حافظه. نزلت بقى كده على الميه والملح اللي انا حطيتها بعصره الليمون، كيلو الليمون اللي معايا، واديتهم دمج حلو كده مع بعض، تقليبه حلوه. وهنزل بقى اشرب كل الخلطه الحلوه دي بتاعتي كده، امليها لحد الاخر زي ما انتم شايفين. بصوا مليتها لحد الاخر. طب انا بقى هكتفي بكده؟ لا، هفضل اسد برده بالليمون لحد لما ما اخليش فيه نفس خالص ان يدخل له اي نقطه هواء. وهيجي بقى من فوق الوش كده ادي طبقه زيت حلوه. طبقه الزيت دي طبعا احنا عارفين الزيت بيطفو كده فوق الايه، فوق سطح الماء، فاحنا هنحط الزيت عشان برده ما يدخلناش احتياطي اي هواء. وهجيب بقى كيس تلاجة حلو اكتم كمان عليه. ايه كل ده يا رشا؟ ايوه، ما احنا بقى بنخلي الزيتون. هسيب بقى على كده، قفلت البرطمان بتاعي بقى قفله حلوه زي ما انتم شايفين. اقصقص بقى عشان الشياكه، طبعا مش هسيب البرطمان كده بالمنظر ده. يا سيدي على الجمال والحلاوه. كده بقى ان شاء الله نفتحه مع بعض على رمضان ناكل احلى زيتون. بألف هنا على عيونكم. اتمنى كده تجربوا الوصفه وتكتبوا لي في الكومنتات بتعملوه زيي ولا بتعملوه بطريقه تانية. ولو حابين اي وصفه تانية عينيا عشانكم اكتبوا لي في الكومنتات وانا بجد هنفذها لكم على طول. وحشتوني جدا، وحشني قوي 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 ان انا انزل فيديوهات، بس معلش كانت عندي ظروف قاسيه جدا. ان شاء الله تتعوض وننزل كل يوم فيديوهات مع بعض. يا رب الفيديو يكون خفيف ويكون سهل جدا، ويا رب كده اكون افدتكم. اشوفكم في فيديو جديد، وكنت معاكم رشا السيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.